السلام عليكم البنات ومرحبا بكم مرة أخرى في القناة. اليوم إن شاء الله غادي نقدم واحد المقشر رائع جدا خصوصا للبشرة الجافة، فهو سهل ومكونات بسيطة ولكن كيعطينا نتائج رائعة جدا، كيعمل على تقشير البشرة وترطيبها أيضا بشكل رائع، ويستعمل فقط مرتين في كل أسبوع. غنحتاجو فقط للسكر سنيدة أو سكر حبيبات والكريم المرطب، أي نوع من الكريم مناسب للبشرة ديالكم غادي تستعملوه. هذا القناع خطير جدا لترطيب البشرة الجافة. غنديرو كمية من السكر، تقريبا ملعقة صغيرة أو نصف ملعقة، ثم غادي نضيفو عليه كمية من الكريم المرطب اللي مناسب للبشرة ديالنا. وغادي ندمجو السكر مع الكريم حتى كنحصل على هذا الخليط هذا، وغادي نستعملوه كمقشر للوجه، كيعطي نتائج جد جد رائعة. بهذه الطريقة الحركة الدائرية على الوجه تقريبا مدة ما بين 5 دقائق 3 دقائق إلى 5 دقائق، ثم نقوم بغسل الوجه بالماء بشكل العادي. كيعطي واحد الانتعاش وواحد الرائع للوجه، وكيعطي النقاء وايضا الترطيب، كتكون البشرة متجددة ومتوهجة لأن الدورة الدموية يساعد على تحريك الدورة الدموية في الوجه. ان شاء الله الا جربتوا هذا المقشر غادي ينال الاعجاب ديالكم، خصوصا اصحاب البشره الجافه وايضا المختلطه. وكان هذا هو فيديو اليوم، كنتمنى ينال الاعجاب ديالكم. الى عجبكم كيف العاده ما تنساوش الجيم والاشتراك بالقناه للتواصل دائما بالجديد، وشكرا على المتابعه. الى فيديو قادم باذن الله.